السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت اليوم ان شاء الله باش نشارك معكم واحد الطياب كان عندنا في القصر ديال القباج. المهم، نشارك معكم بعض اللقطات حيت بعد بعد ديال الفيديوهات اللي تمحاو ليا كنت سجلتهم وتمحاو ليا بغيت نشاركهم معكم. ايوا قلت نشارك معكم ان شاء الله. هادشي شحال هادي ما شاركتش معكم شي فيديو هكا. المهم، هذا الدخله ديال هاد قصر القباج واحد. المهم، رياض لي زوين بزاف الشكل ديالو. داكشي بلدي كي تتشوفوه راقي بزاف. المهم نشارك معكم بعض المقتطفات منه، ومن بعد ان شاء الله ندوزو باش نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديال الطياب ديال الدجاج وديال اللحم ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. صافي، هنا بليله قبل من داك الحفل ديال الزفاف اللي كان عندنا، درنا الدجاج، غسلناه، جبنا الدجاج غسلناه مزيان، تنغسلوه، تنحيدو ليه داكشي اللي فيه بالحامض، بالملحه، عفوا بالملحه، تنحيدوه بالملحه مزيان من الجناب. المهم ملحه في القياس. من بعد ما تنحيدو هذاك الشيء كامل، تنرقدوه هكا في الماء والملحه والخل. من بعد ما تنحيدو من هذا الماء تنشلوه، تنعاودو تنرقدوه في الماء اللي تنكونوا طاحنين البصله وتنكونوا طاحنين الحامض ودايرين الماء، تنغسلوه مزيان ونديروه يتسقطر. هنا من بعد ما تغسل الدجاج مزيان وتسقطر، هنا تحذف ليا الفيديو اللي كنت درت فيه المهم العطريه وداكشي. المهم بالنسبه للعطريه رانا فايته شاركتها معكم ديال الدجاج. تنديروا البزار، تنديروا سكينجبير، الخرقوم البلدي، تنعصروا الحامض، تنطحنوا البصله معاهم، القزبور ومعدنوس. المعدنوس تيكون كتر. المهم هذه الطريقه باش تنشرملو الدجاج ديالنا. هنا غادي ندير القناصي حتى هما والكبادي تيتسلقوا. تندير القناصي والقلوبه هما الاولين حتى تيتسلقوا حتى تيطيبوا مزيان. من بعد تنزيد عليهم العناق واحد شويه وندير الكبادي. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال اللحم. هنا درت اللحم بعد ما غسلته وحيدت ليه هذيك الشحمه كامله والعظيمات دوك الخايبين دوك الرقاق وداكشي. هنا تنديرو سكينجبير. المهم على حساب الكميه ديال اللحم اللي عندنا، وتيكون مطحون على اليد، كلشي العطريه مطحونه على اليد. تنزيدو البزار، القزبور مطحون، القزبور حبوب مطحون، الخرقوم البلدي حتى هو هكاك مطحون حتى هو على اليد كي قلت لكم. وهنا تنزيدوا المروزيه اللي تنكونوا حتى هي طاحنينها منقينها وطاحنينها على يدينا، ما تنشريوهاش. خصوصا المروزيه ما تشراش من عند العطار هكاك، حيت كاينه اللي تتكون فيها الحلبات، خصنا نكونوا طاحنينها على يدينا. والقرفه، القرفه مطحونه. والقرفه عواد.
هنايا داك القزبور ومعدنوس والحامض مرقد اللي طحنا تنهزو منهم واحد شويه وتنخليوه على حساب اللحم. صافي هنا راه اللحم درتو تيتقلى، من بعد ما تقلى تنزيد عليه الزيت الروميه والدجاج حتى هو بعد ما استفناه في الطنجره تنوقفوه هكا تنديرو الصدر لتحت حتى هو تنزيد عليه الزيت ودرنا عليه الماء. هنا زدت السمن غنزيدو في الطناجر بجوج اللحم وفي الطناجر ديال الدجاج. من بعد ما تيتقلى اللحم لينا مزيان تنزيدو عليه البصله. تقريبا بالنسبه لهاد الطنجره زدت انا بحال هكاك دوك 3 ديال البصالي ديال البصلات زعما مشلضين. هنا تنزيد الحامض بعد ما عصرته، وهنا الملحه ها هي زدتها في اللحم، درت الملحه في اللحم وتنديروا الزيت البلديه. منين تيكونوا دوك الناس اللي طيبنا ليهم عاطينا زيت البلديه راه تنفضلوا حنا زيت البلديه من الاحسن تدار في كل شيء بلا ما نديروها نخلطوها مع الروميه. هنا بعد ما الدجاج طاب، واحد الحاجه اللي غادي نقول لكم بالنسبه للدجاج باش ما يطرطقش لكم، ما تغطيوش عليها، تخليو الدجاج حتى تغلى الطنجره مزيان وداك الدجاج تيطلق شويه تتبداو تقبوه باش يخرج منه داك الماء وداكشي اللي فيه داك الدم وداكشي اللي فيه. من بعد ما تيتقب عاد تنغطيو عليه الطنجره حتى تيطلق، قلت لكم ما يبقاش شاد هكاك بحال كيشريناه، عاد تنغطيو الطنجره باش ما يطرطقوش لينا دوك الرجلين. هنايا صافي تنكون رشه واحد الطاوه بالملحه، بعد ما تنرشها بالملح حيت الدجاج طاب بلا ملحه تنسقطر الدجاج هكا ديالي مزيان كي شفتو، وتندير الدجاج وتنعاود تنرشو بالملحه كي غادي تشوفوا. ها نتوما هنا بعض اللقطات غادي نخليكم بعض اللقطات ديال الحلوى، والمهم هادشي اللي داروا هاد الناس اللي كان عندهم هاد المناسبه. صافي هنا بعد ما سالينا الدجاج، ما بغيتش نطول معكم الفيديو بزاف، سالينا طيبنا خليناه تبرد. صافي هنا قلينا الدجاج ديالنا، الزيتون ديالنا مشرمل حتى هو راه شاركته معكم، وزيناه هكا ببيض السمان وبالفرماج والكاشير. المهم والضغميره حتى هي كيتضغمرات. المهم راه كلشي انا راه كنت شاركته معكم في الفيديوهات اللي قبل. هانتوما شوفوا الشكل ديالو كي تيجي. وهنايا هذه السفه، هنايا السفه ديال الشعريه. هاد الناس بغاو السفاكه ديال الشعريه. هانتوما بعد ما زيناها حتى هي هذا الشكل ديالها. بغاو هاد الناس بغاو الشعريه سفه، بغاوها نقدموها لهم مع اللحم، ما بغاوهاش مع الدجاج. المهم هذا هو الشكل ديالها هكا كيفاش تتجي. درناها في المول وزوقناها بالزبيب معسل وبالمشماش والبرقوق. وهذا الطبق ديال اللحم بعد ما حتى هو طاب وتعسل كي تشوفوا. المهم تنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.